عزيزي المشاهد، اهنيك لانك وصلت لمرحلة تقدر ان انت تعمل فيديو على برنامج فيديو سكرايب. وجينا لمرحلة تعديل الصوت لان اهم جزئية في الفيديو بتاعك، لان يا صديقي العزيز الفيديو من غير صوت نقي والمشاهد يسمعه الفيديو بتاعك مش هيكون ليه اي قيمة. فانا هنا عشان اعلمك ازاي تعدل على الصوت وتخليه نقي جدا جدا بحيث ان المشاهد يستمتع وهو بيتفرج على الفيديو. هتخش على برنامج اوداسيتي اللي انا علمتك ازاي تسطبه في اول الكورس، وخلاص انت سطبته اوريدي عندك. ولو انت هتسجل بمايك الموبايل هتعمل معايا خطوتين اتنين علشان نتأكد ان مايك الموبايل هيشتغل معاك على الكمبيوتر. وملحوظة، مايك الموبايل بيشتغل على اندرويد زي ما اتفقنا في اول الكورس. لو انت ايفون ممكن يواجهك مشاكل، فهتضطر ان انت تعمل كونكشن عن طريق اي بي الواي فاي زي برضو ما شرحت لك في اول الكورس. فدلوقتي احنا هنستخدم الاندرويد لان احنا اندرويد ونبعدنا عن التفاحة دلوقتي. هتعمل معايا ايه يا صديقي العزيز؟ هتخش على برنامج اوداسيتي. اول حاجة تعملها تتأكد ان في جزئية المايك هنا انت مختار جزئية الوو مايك. انت مختار جزئية الوو مايك. طيب هتقولي انا مش هسجل بمايك الكمبيوتر. اقول لك بكل بساطه هتدخل اي مايك في الكمبيوتر بتاعك او اي لاب او في اللاب بتاعك، وبالتالي المايك هيظهر لك هنا فتتم تختاره او هتختاره على طول، علشان بس ما تجيش تدخل وتسجل وتتعب في الاخر وفي الاخر ما تلاقيش الصوت بيسجل. واعرفك ازاي تعرف اذا كان الصوت حرفيا وانت بتسجل شغال معاك على برنامج الاوداسيتي ولا مش شغال. فهعلمك كل ده دلوقتي. طيب انا هسجل عن طريق مايك الموبايل اللي انت بتسمعني منه دلوقتي. تمام، انا خلاص عملت كونكشن عن طريق اليو اس بي. وملحوظه مهمه جدا دلوقتي، برنامج الاوداسيتي دي احسن نسخه تقدر تستخدمها من برامج اوداسيتي كلها. فلو طلب منك ان انت تعمل ابديت قول له لا يا معلم، انا مش هعمل ابديت وهستخدم النسخه دي من البرنامج. تمام. طيب دلوقتي افترض ان انت دوست ابديت بالغلط، فهتعمل انستول للبرنامج وتسطبه زي ما شرحت لك في اول الكورس. تمام. طيب دلوقتي هنشتغل على صوت انا مجهزه علشان ايه نشتغل عليه على طول. طيب دلوقتي هتقولي ازاي اضيف الصوت في البرنامج؟ اقول لك صديقي بكل عزيزه بكل بساطه، هتمسك الصوت بتاعك تهينه شويه كده، يعني تسحبه كده، تقعد كده تمسكه كده وتروح ايه فين الاوداستي او تروح رميه هنا على طول. هتستنى شويه هتلاقي الصوت طالع معاك. تعمل ايه؟ هتمسك الصوت وتروح معذبه شويه تروح رميه هنا زي ما شرحت لك. اوكي. طيب نخش بقى عشان نبدا ان احنا نعمل الصوت بكل بساطه. بص يا صديقي، انا هعلمك حاجه تركيه دلوقتي جميله جدا هتساعدك وتسهل عليك وقت كتير جدا. بص دلوقتي انت شايف السكوت ده، انت بتظبط البكره بتاعت الصوت على ان يظهر معاك التايم لاين بالشكل اللي انت شايفه قدام منك ده. ظبطها بقى ازاي؟ تضغط كنترول وبكره الماوس لقدام ولورا لحد لما يظهر معاك بالشكل ده. شايف انت الفراغات؟ علشان نمسح الفراغات من الصوت بحدد كده. تمام كده اهو، وزرار الديليت بعمل كده. يأسفني اقول لك ان انت لو عايز تطلع حاجه بروفيشنال فانت طبيعي لازم تعمل كل ده، لان مفيش اداه او بلجن توفر عليك المجهود ده كله. لان صديقي اي حد بيعمل فيديو مستني وراه رزق او اي حاجه، فلازم يتعب على الفيديو بتاعه علشان يطلع باحسن كواليتي للمشاهد، فبالتالي يستفيد والمشاهد يستفيد. فانت هتقعد تعدل كده بكل بساطه لحد لما تشيل السكوت من الفيديو، بحيث ان ما يبقاش فيه سكوت والمشاهد ينام منك، علشان انت بتقدم له خدمه او بتقدم له منتج او مهما كان بقى انت بتدرس حاجه زي ما عرفتك. طيب دلوقتي انا خلاص شلت السكوت. في نقطه عايز اعرفها لك، ان برنامج فيديو سكرايب بيدعم الصوت بصيغه MP3، فانت ما تجيش تخرجه باي صيغه تانية وتقول لي الصوت مش راضي يترفع على فيديو سكرايب، لان قدام في الجزء الاخير اللي جاي ده اخر جزء معانا اللي جاي علمك ازاي تعمل بروجكت نهائي تماما، وهشرح لك فيه كل حاجه حرفيا ملخص يعني كل حاجه احنا اتعلمناها في البروجكت اللي احنا هنعمله. طيب انا دلوقتي خلصت التعديل على الصوت وكل حاجه. هعمل من هنا فايل وبعدها اكسبورت بعدها MP3. اوكي، لازم تختار MP3. انت لازم تختار MP3 عشان ايه الصوت يشتغل معاك. هظهر لك واجهه شبه كده، هتبدا ان انت تختار اي مكان انت عايز تسيب فيه الصوت. انا على سبيل المثال هختار الدي واختار ده مثلا، وهسيفه باي اسم من هنا. بس ركز معايا لازم يكون الفايل بامتداد MP3 فايلز. اوكي، وتدوس سيف. طيب وتدوس اوكي، هيبدا ان هو يسيف معاك عادي جدا. طيب اسمع كده الصوت، استنى كده عشان افتحه لك من على برنامج التسجيل. شوية خرج من الصلاة ومن الصحبة وبقى يشوف حياته ماشية كده وخلاص. بص يا صديقي، دلوقتي احنا في الصوت بتاعنا
هعلمك تركايه جميله جدا هتخلي الصوت بتاعك انقى مما يكون. يعني مش هتخليه بقى فيه ضوضاء ولا اي حاجه، حتى لو انت شلت النويز كانسليشن منه. دي اسمها نويز كانسليشن، يعني دي اسمها نويز، ضوضاء او سكوت. فانت بتشيلها وتخلص كل حاجه وتعمل اكسبورت للفايل وهتخرج كده. عايز بقى تسيف المشروع بتاعك اوكي تدوس يس وتسيفه، مش عايز بتدوس نو يا معلم وخلاص كده شكرا. طيب دلوقتي انا هروح على الجزئيه اللي انا سيفت فيها الفايل، لان هعرفك تركايه جميله جدا هتساعد، يعني هتخلي الصوت انقى مما يكون باستخدام الذكاء الاصطناعي. هتدور عليه متصفح عندك، تمام، و هتخش، استنى اجيب لكم المتصفح اهو. هتخش على موقع اسمه اهو ادوبي بودكاست، هو اسمه كده ادوبي بودكاست. هتضغط على اول لينك ليه، تمام، هيظهر معاك الموقع بالشكل الجميل اللي انت شايفه. هتضغط فوق هنا وتكريت اكونت عادي جدا، متهيألي مش محتاج ان انا اشرحها لك. هتكريت اكونت عادي جدا، تمام، وتيجي عند enhanced speech يعني تحسين الصوت، وتضغط على start enhancing، وهتعمل تشوز فايل من هنا تعمل له ابلود للصوت اللي انت رفعته عندك، يعني او اللي انت خلاص عملت له اكسبورت يعني من برنامج اوداسيتي بقى، فاهمني. وهتخش على مكان الصوت وتعمله. هتستنى شويه عشان الذكاء الاصطناعي يحط حبه البهارات بتاعته، وهيطلع لك حاجه محترمه جدا ما فيهاش نويز كانسليشن. الضوضاء حتى لو فيها ضوضاء، لو انت بقول لك لو انت في الشارع الذكاء الاصطناعي هيعمل تحليل ويستخرج صوتك بس، والنويز كانسليشن دي هيشيلها ومش هيسيبها لك يعني. دلوقتي هو بيعمل انهانسنج، طبعا الجزء ده ما فيهوش اديت في الصوت لان انا بشرح على برنامج تسجيل الصوت، فاكيد انا بشرح لك على برنامج تعديل الصوت اللي انا اصلا اوريدي بسجل عليه، فاستحاله اعدلك على الصوت ده يعني، تمام. طيب انا دلوقتي هسمعك النتيجه قبل والنتيجه بعد، ممكن ما تلاحظهاش لان انا ده الصوت ده انا عامله بالذكاء الاصطناعي، ويعني اسمع كده. محمد كان شاب زي كتير، قلبه طيب، بس الدنيا سحبته شويه. خرج من الصلاه ومن الصحبه وبقى يشوف حياته ماشيه كده وخلاص. بس جواه كان في حاجه ناقصه، مش فاهم هي ايه. في يوم كان راجع بالليل من شغله تعبان ومحنوق، لقى راجل كبير قاعد على الرصيف. طيب دلوقتي احنا سمعنا الصوت قبل، تعال نسمعه بعد بقى. شكله طيب وهادي. الراجل بصله وقال له يا ابني طول ما انت ماشي بعيد والله العظيم عمرك ما هتحس بالراحه. فرق شاسع جدا، يعني فرق كبير جدا في الصوت. فجرب الطريقه دي بعد لما بتخلص الصوت بتاعك، ومن هنا بتعمل له داونلود، تمام، وبتدوس ستارت داونلود او بتعمل داونلود على طول لو انت عندك انترنت داونلود مانجر يعني. ومبروك عليك يا معلم، احسن صوت تقدر ان انت تقدمه في الفيديو بتاعك بطريقه احترافيه ومن غير ما تشتري مايك غالي جدا. لا انت بكل بساطه تقدر تسجل وتعدل وتشتغل زي ما عرفتك. دلوقتي اخر مرحله معانا في الكورس الجاي او في الكورس اني هعلمك ازاي تعمل بروجكت كامل، وبلخص لك كل اللي احنا اتعلمناه في اخر جزء معانا هو الجزء الجاي. اتمنى ان الكورس يكون عجبكم، فيلا انتقل على الجزء الجاي، ومستني المشروع بتاعكم بعد لما تخلصوا علشان يا معلم تستلم شهادتك اسمها شهادة اتمام كورس الوايت بورد انيميشن. فسلام. انا دلوقتي هضيف معاكم صوت علشان اوريكم ازاي نبدأ ان احنا ننشئ مشروع كامل باستخدام فيديو سكرايب. هضغط على فويس اوفر واضغط على ابلود الصوت من هنا، واختار من هنا الصوت. هو عندي هنا على الديسكتوب ومرفقات ملفات صوت اهو اخير، اعلان اخير. طيب هنشغله من هنا. انت شفت قبل كده فيديوهات؟ هو ده اللي احنا عدلناه. طيب دلوقتي انت اول حاجه لازم تعملها ان انت يفضل ان انت تسمع الصوت وانت عارف عشان وانت بتسمعه تكون عارف انت هتضيف صوره بتعبر عن ايه. فانا دلوقتي انا هضطر ان انا اسمعه حرفيا. طيب اول حاجه في اول السكريبت بيكون في حاجه عباره ان هو بيخاطبك انت، فانت بالتالي هتضيف صورة بتعبر ان هو هيخاطبك انت. فعندنا حاجة مهمة جدا بعد لما تضيف الصورة. انا دلوقتي ممكن اصغرها كده، تمام، وهنا عندنا حاجة اسمها الكاميرا، فبدوس عليها بثبت الكاميرا وهي كده. لو انت شفت قبل كده فيديوهات السبورة البيضاء هتلاقيها صغيرة بالشكل ده. طيب دلوقتي انا جيت اكبرها وحطيتها هنا ولغيت الاول التثبيت وبعدها ثبتها تاني. انت شفت قبل كده فيديوهات السبورة البيضاء اللي تشرح المعلومة؟ طيب تاني حاجة معانا دلوقتي الوقت بتاع تشغيل الصورة بطيء،
او الحركة اللي بيترسم فيها الصورة بطيئة، اقللها منين؟ في حاجة اسمها انيميت من هنا، فبقللها من هنا. انا بستخدم الصوت بتاعي او الحركة بتاعتي على ثانية واحدة، وبقفل دي البوز. لو انت عايز توقف ما بين صورة وصورة بتقفلها، والترانزيشن ممكن تخليها نص ثانية وتدوس صح. طيب انت شفت قبل لما كده تيجي فيديوهات هتلاقيها السبورة بتترسم بسرعة. لما تيجي تعمل كده هتلاقيها بتترسم بسرعة. طيب انا دلوقتي هرص الصور وارجع لكم بعد لما اخلص. طيب دلوقتي انا وصلت تقريبا نص الفيديو، بس انا وقفت معايا حاجة حبيت اعرفها لكم. انا جاي اضيف صورة مش لاقي الصورة اللي انا عايزها، فدخلت على جوجل بكل عفوية وقلت له يا باشا انا كنت بدور على صورة شهادة، فقلت له انا عايز سيرتيفيكيت SVG. تمام. ودخلت على الموقع ده ولقيت الشهادة دي، فدوست داونلود SVG. تمام. وهقول لك ازاي تضيفها دلوقتي. هتدوس على ماي ايمج. تمام. وهتدوس فروم ماي كمبيوتر، وهتدوس على الداونلود وهتختار الصورة من هنا. هتبدأ انها تحمل معاك يا معلم زي ما انت شايف كده. كده انا علمتك ازاي تضيف الصورة. هكمل وارجع لكم. بس كده انا تقريبا خلصت كل حاجة في الكورس. تمام. اخر حاجة بس اعلمها لك ازاي تعمل اكسبورت للفيديو بتاعك. بس قبل ما اعمل كده تعال نشوف الفيديو مع بعض شكله عامل ازاي. انت شفت قبل كده فيديوهات السبوره البيضاء اللي تشرح المعلومه ببساطه وتشدك من اول ثانيه؟ تخيل تكون انت الشخص اللي تعمل الفيديو ده وبتبيع الخدمه دي لعملاء من جميع انحاء العالم. دلوقتي تقدر تتعلم ازاي تصمم فيديو وايت بورد انيميشن باحترافيه حتى لو ما عندكش اي خبره سابقه. الكورس ده مش بس يعلمك التصميم، هتتعلم كمان ازاي تسجل صوتك بطريقه احترافيه للفيديوهات بتاعتك. كمان هعلمك ازاي تعدل عليه وتخليه نقي وجذاب. كمان هتتعلم معانا كل الادوات والتقنيات اللي بيستخدمها المحترفين. مش بس كده، انت بعد ما تخلص هتاخد شهاده تثبت انك محترف في المجال. خلي بالك دي مهاره مطلوبه جدا في مجالات كتيره جدا زي مجال التسويق، التعليم، واليوتيوب والعمل الحر. لو عايز تستثمر في نفسك بجد ابدا اتعلم المهاره دي فعلا، لانها بتفتح لك ابواب شغل كتيره جدا. وخليك فاكر ان شهادتك مستنياك عندنا بعد الكورس. دلوقتي تقدر تكلمنا وتشترك معانا في الكورس. سلام. زي ما انت شفت الكورس طالع يعني بطريقة جميلة ومبسطة ومحترم جدا. هتعمل اكسبورت ازاي بقى للفيديو؟ هتدوس هنا على اكسبورت او يعني العلامة دي. تمام. طيب دلوقتي احنا عندنا حاجة. انا الفيديو ده انا مستقصد بيه الشركة بتاعتنا، الشركة اللي هي ارت ميديا. فمن هنا تقدر ان انت تضيف اللوجو بتاعك، ودي ميزة في الفيرجن ده بالذات. انا دلوقتي هضيف اللوجو بتاعي علشان يعني يكون خلاص كده انا فنشت الفيديو ده. انا هدور على اللوجو. هو ده اللوجو. تمام كده اللوجو ظهر عندي، ومن هنا بدوس على داونلود. طيب احنا هنا عندنا نوعين من الفيديو، بس يستحسن تسيبها كده زي ما هي لان ده اعلى حاجة في الفيديو. ومن هنا بتسميه، يعني انا هسميه مثلا اعلان. تمام. ومن هنا لو ضغطت هنا هيوديك على المكان اللي انت تختار فيه الفيديو. انا هحطه هنا كورس السبورة البيضاء، وهعمل سيلكت فولدر وهدوس صح. البرنامج بقى هيعمل ريندر للفيديو. وبس كده ده وصلنا لنهاية كورسنا. اتمنى الكورس يكون عجبك، وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير. سلام.